السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفتنا سهله جدا والمقادير بتاعتنا كلنا متواجده عندنا في البيت. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا يا رنين. النهاردة هنعمل معاكم خلية النحل بوصفة سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد منكم وقت خالص. هنستخدم معانا كوبايتين من الدقيق وكوباية ونص من الحليب ونص كوباية زيت ومعانا معلقة خميرة وطبعا اللبن البودر. يلا بينا نبتدي ننزل بالمقادير. اول حاجة هننزل بكوباية ونص من اللبن ونحط معانا معلقة كبيرة من الخميرة و3 معالق كبار من السكر، وهننزل بنص كوباية الزيت ونبتدي ان احنا نقلب كويس جدا. وبعدين هننزل بكوبايتين الدقيق ونبتدي ان احنا نقلب، وننزل بنص كوباية اللبن البودر وبعديها نقلب لحد ما القوام يبقى كريمي. انا دلوقتي لقيت ان العجينة محتاجة شوية دقيق، هنقعد بقى نزود حبة حبة لحد ما العجينة تتماسك معانا. انا زودت على المقادير كوباية دقيق وشوية زيت لحد ما العجينة مسكت معايا، وكده نبقى خلصنا العجينة وهنسيبها ساعة تخمر. ويلا بينا نعمل الحشوة مع بعض. معانا نص كوباية سكر وهنحط عليها نص معلقة قرفة ونقلبها كويس جدا. كده العجينة خمرت معانا. هنبتدي بقى ان احنا نفردها ونقطعها حتت صغيرة. هنقطعها كده بالشكل ده ونبدأ نكورها بالشكل ده برضو، هنكورها حتت صغيرة. وكده خلصنا معانا ويلا بينا على الحشوة. هنجيب معانا صينية كبيرة وندهنها زيت كويس جدا، وهبدأ افرد الكور واحط فيها الحشوة ولازم نقفلها كويس جدا علشان الحشوة ما تطلعش بره، ولازم تكونوا متأكدين انها مقفولة كويس جدا. وهنبتدي نعمل التانية برضو بنفس الطريقة ونقفلها كويس جدا عشان الحشوة ما تطلعش بره، وبرضو هنعمل اللي بعديها بنفس الطريقة. وحاولوا ما تكتروش الحشوة علشان ما تطلعش برضو بره. وبكده نكون خلصنا. هنبتدي بقى ان احنا ندهنها زبدة من فوق عشان بتديها طعم حلو جدا وبتخليها هشة وجميلة. وبعديها هنسيبها في الفرن على درجة حرارة 180. وكده بعد ما طلعت من الفرن انا دلوقتي هزينها بصوص الكراميل، انتوا ممكن تزينوها بحسب رغبتكم. بجد يا جماعة سهلة جدا وسريعة جدا، جربوها وقولوا لنا ايه رأيكم. بجد شكلها تحفه. يلا ندوق مع بعض. طعمها رهيب، لازم تجربوها وتقولوا لنا ايه رايكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، ونقول لهم سلام.